السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي ومشاركين ومتابعين هاي القناة الياوت أكاديمي، السلام عليكم وأتمنى لكم الصحة والسلام إن شاء الله. يا أصدقائي، إحنا كلنا نعرف بهاي البلد اللي كردستان الحبيب، كل واحد منا يوميا دا نتعامل ويا الأشخاص العرب. كل واحد منا يوميا نتواجه المشاكل مالتنا ويا اللغة العربية، وكلنا يوميا نحس بشعور المحتاجية للغة العربية. فعلى مود هذا كل واحد منا لازم آه، نحاول ولازم نطور ونحسن اللغة العربية مالتنا، خصوصا اللغة العربية العراقية اللي يقولوا لها الجلفة العراقية. فهاي الكلام التحسين والتطور، أني قبل ما أتوجه عليكم أنا أريد أتوجه على نفسي. فعلى مود هذا خليني أقول لكم الرحلة مالتي ويا اللغة العربية. يا جماعة، أني قبل ما أشارك بهاي الدورة اللي دورة اللغة العربية العراقية مع الآوت أكاديمي، أنا كنت ما عندي هواية مشكلة ويا الموضوع فهم اللغة العربية، لأن بصراحة أني كنت أشارك يعني أتابع الفيديوهات والبودكاستات والدروسات الشرعية باللغة العربية، وأني كنت أفتهم عليها باللغة العربية وما عندي مشكلة هواية. بس المشكلة الكبير مالتي هو المشكلة ويا الحكي. فكنت ما أقدر أحكي بكيفي، كنت ما أقدر أسوي التعبير المشاعري، التعبير على مشاعري وعلى الأشياء اللي أنا يوميا نتواجههم. فالمشكلة الكلام والحكي مالي كلش مشكلة كبيرة، وأني ما أقدر أسوي سيطرة عليها. فبعد ما أشارك بها الكورس، أنا صراحة كلش استفدت من هاي الموضوع اللي موضوع الكلام والحكي. ف ليش أنا استفدت؟ لأن يعني هاي الكورس إذا احنا نشوفها بالشكل كلي يعني عنده هواية إبداعات. فخليني أقول لكم الإبداع واحد لو اثنين إبداعات منهم. الإبداع الأول اللي الكورس يا جماعة يروح بشكل كلش تدريجي. يعني إذا أنت ما تعرف أي شيء وأنت بالمستوى البدائي باللغة العربية، أنت راح تستفد من هاي اللغة، من هاي الدورة. وإذا أنت هم عندك مستوى، أنت مو مستوى بالمستوى البدائي وعندك مستوى الوسطي والمستوى العالي، وأنت هم راح تستفيد إن شاء الله من هاي الكورس. ليش؟ لأن هاي الكورس يروح بشكل كلش تدريجي. في البداية المواضيع كلش سهولة، كلش سهلة، يعني يروح كلش بشكل سهولة يعني. والمواضيع شوية شوية يصير أصعب. فإذا أنت ما عندك أي خلينا نقول أي مستوى باللغة العربية وأنت بالمستوى البدائي، أنت تستفيد منهم، لأن هاي الدورة يبدأ بالشكل السهل، ويروح شوية شوية إلى مرحلة أصعب. فكل واحد من جماعة اللي عندهم مستوى البدائي وعندهم مستوى الوسطي له عالي راح يستفيدون من هاي الكورس إن شاء الله، لأن هو هي كلش تدريجي. والشغل الثاني له إبداع الثاني آه هو موضوع العملية. هاي الدورة يا جماعة كلش عملية، يعني مو هي شيء مثل دورات اللخ يقولون لك يلا هاي شيء نظري، انت راح لازم روح يحفظها روح تحفظها وخلص. لا، هاي الدورة كلش عملي. انت يوميا عندك واجبات، ويوميا لازم انت تحكي ويا استاذك بالزوم وباللايف. يعني احنا بالكورس عندنا 4 أيام بالأسبوع عندنا زوم، وعندنا دروس لايف مع أستاذنا. من كل الدرس
احنا لازم كنا لازم نحاول ونشارك ويا الأستاذ مالتنا. فهاي المشاركات وهاي المتابعات وهاي تطبيقات وعمليات يعني تعطيك استفادة كلش كلش عجيبة، لأن كلها عملي، وانت تحفظ الكلمات وانت تحفظ المحادثات وهيجي. بعدين انت لازم بالدرس باللايف يسوي العملي من كل واحد من هذا، ويسوي المحادثة ويا الدكتور ويا الطلاب الأخو إلى آخره. فهاي الشغلات، الواحد اللي الدورة يروح بشكل تدريجي، والثاني اللي دورة كلش عملية. هاي الشغلات كلش إبداعية وكلش راح تستفيد منهم. ف يا جماعة، إذا أنت تشوف هاي الفيديو مالتي، أكيد أني أعرف أنت ممكن قلق، لو ممكن عندك مشكلة ويا قرارك يشارك لو ما يشارك. بس أني أقول لك لا تفكر زيادة ولا تفكر بأي شيء رأسا. تعال و تشارك وياهم، لأن أكيد راح تستفيد منهم. احنا في البداية عندنا كلش مشكلة هواية ويا حكي. بس هاي الأسبوع الأخير مثل ما تشوفون أنتم، أني هسه أحكي باللغة العربية. وأني أريد أقول الأساتذة مالتي بهاي الدورة، الأستاذ الدكتور سنجر والست آسيا، بعدين ست هالة وست أفين هم. أني أريد أقول لكم كلش ممنونين لكم وكلش مشكورين لكم. إن شاء الله دايما تكونين بالصحة والعافية والخير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.